هاد البغرير مخدوم غير بالسميد، ما فيهش الفارينه وما فيهش لا لوفير شيميك، يعني غير بخميره الخبز ويجي خفيف ومثقب وبزاف بنين. والوصفه ناجحه، تبعوا معايا لا غوسيت. ناخذ نص كاس ماء دافي، ندير فيه 2 معالق صغار خميره الخبز، مغرفه صغيره سكر، نحركهم ونخليها تخمر في بلاصه دافيه. ومن جهه اخرى نحط 3 كيسان ونص ماء دافي، 3 كيسان سميد رقيق ومغرفه كبيره ونص زيت، نحركهم ونزيد عليهم حبه بيض والخميره. بعد ما طلعت ونكمل نخلط كلش، نكمل بالبغا ميكسور، ميكسي مليح حتى تخرج الرغوه مده 3 دقائق. وكي تميكسي شعلي وطفي الميكسور باش ما يتحرقش الموتور، ومن بعد نغطيه ونخليه يرتاح في بلاصه دافيه. ولا كان الحال بارد حطيه في الفوق، كوني شعلتيه من قبل غير يدفى شويه طفيه، يعني ما لازمش يكون بزاف سخون باسكو السخانه بزاف تقتل الخميره. بعد ما خمر نزيد عليه نص مغرفه ملح ونعاود نميكسيه مليح 2 دقائق ونزيد نخليه يخمر مره اخرى. بعد ما ريح وطلع هكذا نكونوا ميكسيناه 2 مرات وخمر 2 مرات. ندهن بشويه زيت مقله تكون ثقيله وما تلصقش، نخليها تسخن مليح على نار قويه ونفرغ بالغراف لاباس تاع البغرير ونخليه يطيب. شوفوا كيفاش راهو ينتقب مليح. كي يكمل ينتقب كامل نقصوا للنار وخلوه يحمر من التحت. من جهه اخرى نوجد له سيرو، ندير 2 مغارف كبار زبده ونزيد نص كاس عسيله وندوبهم فوق النار. ومن بعد جنبي بهذا لو سيرو البغرير، وكاين اللي يدهنوه بزيت الزيتون ويرشوا عليه السكر. شوفوا كيفاش خرج، جا بزاف خفيف وماشي معجن. نتمنى تجربوه وتعطوني رايكم. مع المرجان ديما فرحان.